السلام عليكم. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ثانية واحدة البس النضارة. شكلي متغير خالص من غير النضارة. المهم، بقالي كام يوم مش عارف اعمل اي حاجة. نفسية مش تمام. سايب نفسي لمزاجي، يعني بمعنى صحيح مخلي المود هو اللي بيتحكم فيا. فده ليه اثر سلبي جامد عليا. ف يعني ايه؟ صلي العشاء الاول. انا قلت اول حاجة بس كده بسرعة، صلي العشاء الاول وهنكمل مع بعض يعني. لأن الموضوع دوت عامل لي قلق، يعني هو هيكون فلوج كده صغير. أنا مصور كذا حاجة، مش عارف أعمل فيها أي حاجة، مش عارف أمنتج. الحالة مش تمام. صباح عندي امتحان، عندي امتحان الصبح، مصور فلوج عن حاجة معينة الصبح، وصباح عندي امتحان ومش بنام كويس. مش عارف أعمل أي حاجة كويس، يعني اوفر ثينكينج على طول. مفيش حاجة مظبوطة، مفيش أي حاجة بتظبط معايا بقالي كام يوم على كده. بس أنا عرفت فين المشكلة، هقول لكم كانت فين وايه علاجها بالنسبة للأغلب يعني. هنتكلم مع بعض عن الموضوع دوت يعني سريعا. 5 دقايق، أحاول ما يخليش 5 دقايق، 6 دقايق بالكتير، لأن ورايا كمية مذاكرة مهولة بسبب تراكمات كام يوم مع بعض، فمدمرين لي الدنيا حرفيا. هنصلي العشاء ونرجع نكمل. الحمد لله، صليت العشاء وقلت يعني نسجل كده على السريع، يعني الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه على السريع. آه أنا بقالي كام يوم الدنيا مش متظبطة من حيث مذاكرة، أو من حيث اللي أنا مش عارف أرفع أي حاجة. أنا مسجل حاجات المفروض هرفعها، مثلا يعني في فلوج وفي فيديو وفي حاجة كمان تقريبا مش فاكر، بس المفروض اللي أنا دولت أنا كنت رفعتهم أو منتجتهم على الأقل، يعني عملت لهم مونتاج وكده وإيديت وظبطت الدنيا فيهم ورفعتهم، بس مش عارف. المهم، أنا بقالي كام يوم مش عارف أعمل أي حاجة حرفيا. كل ده بسبب يعني لما قعدت كده رجعت نفسي وقعدت دورت على الأسباب إيه، فلقيت اللي هي تتمحور حوالين شيئين تقريبا أو 3 أشياء، ودول تقريبا اللي بيأثروا على الواحد في كل حاجة. أول شيء، يعني أول حاجة فيهم، وهي اللي أنا 3 أيام، خلال 3 أيام بالظبط اللي فاتوا ما وظبتش على الأذكار حرفيا. كنت مضيع الأذكار والأوراد اليومية بتاعة القرآن أو الأذكار اليومية، إذا كان أذكار الصباح أو أذكار المساء، وكنت مضيعها بمعنى الحرفي، ما كنتش بقرأها حتى. طب ليه؟ شغل، ضغط شغل، ضغط مذاكرة. بالتالي أنا ما كانش في حاجة مثلا زي ما بيقولوا كده إيه، يعني الأذكار بتحميك طول يومك، بتحفظك من العين والشر والكلام ده كله. فبالتالي الواحد ما كانتش الدنيا متظبطة معاه جدا خلال ال3 أيام اللي فاتوا. تمام، ده أول حاجة. تاني حاجة كانت إني مخلي المود بتاعي هو اللي مسيطر. يعني انا مودي كويس هنقعد نذاكر، هنقعد نمنتج، هنقعد نصور، هنقعد نعمل اي حاجه. مودي وحش مش هعمل اي حاجه خلاص، بما ان مودي وحش. لو مودي كويس هنقعد بقى ننتج ونعمل اي حاجه انا عايز اعملها. طول ما انا مودي وحش ما كنتش بعمل حاجه، وده غلطه احنا كلنا تقريبا كلنا بنقع فيها. يعني ده شيء من الاشياء اللي بتضيع الواحد حرفيا. وبرضك الشيء التالت اللي هو اللي انت يعني مثلا ايه، لما بتتحط تحت ضغط ما بتعرفش تعمل حاجه. كنت تحت ضغط اليومين اللي فاتوا وما زلنا تحت ضغط، يعني امتحانات وكده، ففيها ضغط كتير، فالواحد مضغوط جدا، فبالتالي ما بيعرفش يعمل اي حاجه. لما بتضغط انا من الناس اللي لما بتضغط جامد بتلجأ للهروب من الضغط عن طريق النوم، عن طريق السوشيال ميديا. بس خدت قرار، انا بقالي فتره ما عنديش فيس، يعني اللي متابعني بقاله فتره فانا عارف ان أنا ما عنديش فيس. خدت قرار كده اللي هو مثلا ايه، الاسبوع ده انا مش هفتح فيهم يوتيوب. هرفع الفيديوهات مثلا او الفلوج اللي انا عايز ارفعه من على يوتيوب مثلا استوديو، ومش هخش اشوف، مش هخش اشوف فيديوهات تانية او اعمل اي حاجة. يعني خلاص على كده خلال الكام يوم دولت، عشان اعرف افصل نفسي عن الناس واعرف افصل نفسي عن اللي حواليا.
فبالتالي المفروض النهارده اصلا كان في فلوج هينزل النهارده الاثنين، كان في فلوج هينزل زي ما قلت الاول، كان في فلوج هينزل عن ليه علاقه بغض البصر وكده والبصيره، وكان في حلقه هتنزل عن الكريسماس، وبس مش عارف، ما عرفتش اعمل فيهم اي حاجه، يعني موجودين ومتصورين وكل حاجه، بس محتاجين اللي انا اعمل لهم اديت مونتاج، محتاجين اللي انا اعمل لهم اديت ومونتاج، ومش فاضي، مش فاضي حرفيا، اللي انا مش فاضي، مخلي فعلا زي ما قلت كده اللي هو مودي هو اللي بيتحكم، لو مودي كويس هنقعد نعمل، مودي مش كويس مش هنعمل حاجة، يعني دوت كان حاجة وحشة. انا نصيحة يعني لأي حد بيسمعني وبيقع في النقطة ديت، ما تخليش المود بتاعك هو اللي يتحكم بيك، هو اللي يتحكم فيك، ما تخليش مودك هو اللي يبقى مسيطر عليك، انت اللي سيطر على مودك. بمعنى صحيح، ما تخليش بما ان انا مودي كويس فهذاكر، بما ان مودي وحش مش هذاكر. تاني شيء واهمهم طبعا، اهم شيء فيهم، واظب على الاذكار، واظب على الاذكار، لو واظبت على اذكارك هتلاقي والله العظيم بركة في يومك لا توصف حرفيا. ودي نصيحة انا بقدمها لنفسي، يعني قبل ما اقولها لاي حد انا بقدمها لنفسي، كل ما انسى الاذكار بقعد كل يوم الوم في نفسي طول اليوم اللي انا ما قلتش الاذكار. يعني واظب على اذكارك وحافظ عليها، وهتلاقي والله العظيم تغيير جدا جامد جدا في يومك. والاوراد بتاعتك، ورد من القران، وردك من القران، وردك من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وردك من الاذكار، وردك من اي شيء انت بتعمله حاجه كويسه لازم أن تواظب عليها. واظب برضك على لما تلاقي نفسك مضغوط اقرا شويه، اقرا في اي حاجه، اقرا، ابعد عن السوشيال ميديا خالص طول ما انت مضغوط، ما تخليش السوشيال ميديا هي اللي تطلع لك الضغط بتاعك، ما تروحش تطلع الضغط بتاعك في السوشيال ميديا، ده هيأثر عليك بالسلب. تمام، انا تقريبا بصور الفيديو دوت الساعة 8 وشوية، يعني 8 ونص ولا حاجة، ان شاء الله هحاول ارفعه بسرعة يعني على قد ما اقدر، وهنزله النهاردة برضك، يعني هحاول انزله الاثنين او التلات الفجر يكون نزل، عشان ان شاء الله هنرجع نصور تاني وننزل تاني بإذن الله. ويعني الواحد يعني ما نزلتش يوم السبت والحد والاثنين، والاثنين هنزل ان شاء الله النهاردة. وشكرا ليك، شكرا ليك يا صديقي، واحب اشكر الناس اللي يعني تدعمنا، وربنا يا رب يوفقنا جميعا ويخرجنا من الفترة دي على خير، فترة صعبة جدا فترة الامتحانات. وبس كده، يعني هو بس كده كان فيديو سريع كده على الماشي، ان شاء الله خير، لعله خير.